بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي وفي تقييم جديد من تقييماتنا الأسبوعية. تقييمنا النهاردة تقييم الأسبوع السابع. يلا مع بعض نشوف الأسئلة، وأسئلة مهمة جدا في التقييمات دي لازم تعرفها لأن بيجي منها في امتحانات الشهور وبيجي منها في امتحان آخر السنة. الدرس الأول: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في أفريقيا في الوحدة الثالثة. أول ورقة عمل الحصة. السؤال الأول: اكتب ما تدل عليه العبارة. محصول نقدي يعني بيدخل في العملات الأجنبية أو بيجيب عملات أجنبية لأفريقيا، يستخرج من عصارة أشجار غابات استوائية. طبعا ده إيه؟ ده المطاط الطبيعي، يبقى بيستخرج من عصارة أشجار غابات استوائية. السؤال الثاني: ما المقصود بالمحاصيل الضرنية؟ هي المحاصيل التي تكون عبارة عن ضرنات مثل اليام والكثافة. يبقى هي المحاصيل التي إنتاجها عبارة عن ضرنات تحت سطح التربة مثل اليام والكثافة. السؤال الثالث: دلل على صحة العبارة. يشكل الراعي أساس الاقتصاد في المناطق الجافة وشبه الجافة بقارة إيه؟ بقارة أفريقيا، حيث يوفر فرص عمل لأغلبية سكان غرب ووسط القارة، كما يعمل أو تعمل الثروة الحيوانية على توفير عائدات من النقد النقد الأجنبي. يبقى ده أساس الاقتصاد، وفر فرص عمل ووفر نقد أجنبي. السؤال الرابع: اتباع معظم الدول الإفريقية مؤخرا أنماط الزراعة الكثيفة والزراعة الواسعة، وسابوا الزراعة البسيطة أو البدائية واتبعوا الزراعتين دول ليه؟ لزيادة الإنتاج وسد الاحتياجات الغذائية للسكان. يبقى لزيادة الإنتاج وسد الاحتياجات الغذائية للسكان. السؤال الخامس: ما العلاقة بين الغابات العادات والتقاليد والثروة الحيوانية؟ طبعا حيث يقتصر تربية الثروة الحيوانية في بعض القبائل الأفريقية على حاجتين: على إيه؟ على شرب الألبان منها، تاني حاجة على دفع المهور أو دفع الثروة الحيوانية كمهور، وبرضه ملكية الثروة الحيوانية في القبائل دي مشاعا للقبيلة كلها، يعني مش لفرد لوحده. يبقى حيث يقتصر تربية الثروة الحيوانية عند بعض القبائل على شرب الألبان ودفع المهور. الواجب المنزلي. السؤال الأول: أمامك خريطة صماء لأفريقيا، اكتب مدلول الأرقام. أول حاجة: دولة تعتمد على الزراعة الذكية. نشوف رقم واحد كده. رقم واحد دي دولة إيه؟ طبعا دي دولة غانا. دي غانا، يبقى غانا ومصر من اللي بتتبع الزراعة الذكية مناخيا، ومالي برضو معاهم. الدولة الأولى في تربية الأغنام. رقم 2. نشوف رقم 2 دي طبعا دولة نيجيريا في غرب أفريقيا، يبقى دولة نيجيريا دي الأولى في تربية الأغنام والماعز. 3. دولة تشتهر بإنتاج القطن. رقم 3 طبعا زي ما انتم عارفين إيه؟ دولة مصر. هي مصر والسودان، يبقى دولة 3 مصر، يبقى هنكتب مصر. نشوف السؤال الثاني: صوب ما تحته خط. تأتي قارة أفريقيا في المركز الثالث عالميا من حيث نسبة العاملين في النشاط الزراعي. طبعا أفريقيا بتأتي في المركز الأول، بيعمل في الزراعة حوالي نص السكان، يبقى الأول. السؤال الثالث: بما تفسر أهمية زراعة المطاط الطبيعي. بيستخدموا المطاط في صناعة إيه؟ يدخل في صناعة إطارات السيارات والطائرات، لأنه يستخدم في صناعة إطارات السيارات والطائرات. السؤال الرابع: دلل على صحة العبارة. تعد دولة قارة أفريقيا من أكبر المنتجين لمحاصيل المنبهات. ليه قارة أفريقيا من أكبر إنتاج لمحاصيل المنبهات؟ حيث تنتج 70% من الإنتاج العالمي في الكاكاو، دي أول حاجة، وخمس الإنتاج العالمي من البن.
وعشر الإنتاج العالمي من الشاي. عشان كده إنتاج المنبهات في أفريقيا إنتاج كبير. السؤال الخامس، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصوير. تشتهر السودان بصادراتها الحيوانية لدول الخليج العربي. طبعا العبارة صحيحة. نشوف بعد كده ورقة التقييم الأسبوعي. الوحدة الثالثة، الدرس الأول، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في أفريقيا. المجموعة الأولى، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصويب. يعد محصول اليام من المحاصيل النقدية. طبعا العبارة غلط، يبقى العبارة غلط. المحاصيل الغذائية. بما تفسر اتباع أفريقيا نمط الزراعة البدائية قبل القرن العشرين. من القرن العشرين بقت كثيفة واسعة. قبل كده كانت زراعة بدائية أو بسيطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. يبقى لتحقيق الاكتفاء الذاتي. اكتب ما تدل عليه العبارة. يزرع في غرب أفريقيا ويصل إنتاجه إلى 70% من الإنتاج العالمي. طبعا محصول الكاكاو. 4. أكمل ما يلي. أولى الدول الأفريقية في أعداد الأغنام والماعز دولة إيه؟ طبعا دولة نيجيريا. 5. دلل على صحة العبارة. تعد الأمطار الغزيرة من أهم المشكلات التي تواجه الزراعة في أفريقيا. طبعا لأن الأمطار الغزيرة تؤدي إلى حدوث إيه؟ فيضانات، والفيضانات تعمل على إيه؟ تعمل على تدمير التربة وتجريف التربة، مما يؤدي إلى قلة إنتاج الزراعة. يبقى حيث أن الأمطار الغزيرة تؤدي إلى حدوث الفيضانات التي تجرف التربة وتدمر المحاصيل وتنخفض الإنتاجية الزراعية. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصويب. تتركز الأراضي الزراعية الجيدة في أفريقيا في المناطق الساحلية ومناطق التربة البركانية. طبعا العبارة إيه؟ عبارة صحيحة. بما تفسر الأهمية الاقتصادية للذرة الرفيعة في أفريقيا، حيث أنه يستخدم كغذاء للإنسان وغذاء للحيوان، يعني لأنها تستخدم كغذاء للإنسان والحيوان. رقم 3، تعريف من التعريفات المهمة. ما المقصود بالزراعة الذكية مناخيا موجودة في مصر وغانا ومالي؟ يعني إيه زراعة مناخية أو ذكية مناخيا؟ هي الزراعة التي تستهدف زيادة الإنتاجية بشكل مستدام برضو والتكيف مع التغيرات المناخية. 4. اكتب ما تشير إليه العبارة. دولة تعد أولى الدول الأفريقية امتلاكا لأعداد الأبقار. طبعا مين؟ أثيوبيا أكبر دولة في امتلاك الأبقار. السؤال الخامس، ما النتائج المترتبة على الصراعات السياسية ومشكلات التنقل الرعوي عبر الحدود؟ أدى إلى إيه؟ كل الصراعات السياسية في مناطق الرعي تؤدي إلى هجرة كثير من الشباب من المناطق الرعوية. يبقى تؤدي إلى هجرة كثير من الشباب من المناطق الرعوية. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصويب. تبلغ مساحة المراعي بقارة أفريقيا نحو خمس مساحة المراعي في العالم. طبعا العبارة غلط، حوالي ربع مساحة المراعي. 2. بما تفسر. يعد الجراد الصحراوي أخطر أنواع الجراد. ليه الجراد الصحراوي أخطر أنواع الجراد؟ لأنه بيسبب تآكل مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية، لأنه يؤدي إلى تدمير مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية. 3. اكتب ما تدل عليه العبارة. محصول تشتهر مصر والسودان بإنتاجه. طبعا محصول القطن.
يبقى القطب. أكمل ما يلي. اتبعت دولتا غانا ومالي مؤخرا نمط الزراعة إيه؟ طبعا الزراعة الذكية مناخيا. رقم 5. دلل على صحة العبارة. تسهم حرفة الراعي بأفريقيا في حل مشكلة البطالة. طبعا لأنها توفر فرص عمل لأغلبية سكان وسط وغرب أفريقيا، وبرضو تساهم في زيادة النقد الأجنبي. وبكده بخلصت معاكم التقييم السابع. انتظروني في بقية التقييمات. مع تحياتي مستر جاب.